سقوط شعر، امساك، بطء في ضربات القلب، دربكه في المعده، ضعف عام، هزلان، وجع في العظم، زغلله، مفيش تركيز، الذاكره مع السلامه مش موجوده. كل دي سيمتوم وعلامات خمول الغده الدرقيه او الهايبوثايروديزم. طب في ليه مشكله الهاشيموتو؟ لو جبناها من الاول خالص تلاقي في سيدات بتشرب قهوه كتير، سيدات بتاكل اكل جاهز من بره كتير، سيدات بتتحط تحت ضغط نفسي لفترات طويله عباره عن يا اما توتر يا خوف من مجهول يا اما انفعالات زعيق، بتسهر بالليل كتير. هنا ستات كتير بتاخد اقراص الدواء وهي مكتوبه لها صح، تعمل تحليل والتحليل يطلع مظبوط بس عندها ما زالت الاعراض موجوده وما بتروحش. ده ناتج عن ايه؟ ناتج ان احنا بنشوف او بنظبط هرمون الغده حد بيهاجمها فعطلت، لكن العيب من المناعه. فهنا لازم نتجه للمناعه، يعني نحسن المناعه. ايوه نعمل ايه؟ قول لي حل. والله قلت الحلول كتير والناس ما بتاخدش بالها. اول حاجه زود كتله عضلاتي، يعني اعمل تمارين مقاومه يا جماعه، اظبط اكلي، ما اروحش اكل كرومبو وقرنبيط عشان دول بيزودوا خمول الغده الدرقيه، ما اسهرش بالليل، ما اشوفش واحده عندها خمول غده درقيه او هاشيموتو بالذات وتسهر بالليل. عايز تتحسن وتحسن الهاشيموتو، حسن المناعه. عايز تحسن المناعه، حسن اللايف ستايل كامل، رياضه، تغذيه، اسلوب حياه، اسلوب نومك. ايه من اكتر الحاجات اللي بتساعد ان الهاشيموتو تتحسن والغده تتحسن، ودي ما حدش هيتخيلها، ودي لازم تتعمل كل يوم او يوم بعد يوم، ودي انا شخصيا بعمل فيها برامج للناس اللي معايا اونلاين والكلام ده كله. تمارين التنفس.